فيتوريا وحازم امام عاوزين يجيبوا هزيمه منتخب مصر قدام تونس في الاهلي. اهلا بكم في حلقه جديده من قالوا قلنا. قبل اي حاجه لايكك العظيم قالوا واشتراكك قلنا. الكريم. لايك واشتراك النهارده وشوف مصر اللي وراك. خسرت من تونس 3-1. طيب، فيتوريا بقى بعد المباراه بيقول ايه؟ واضح ان هو يعني البرتغال دي مش دوله اوروبيه، يعني ده من امبابه، والحركات بتاعتهم يعني المفروض بقى ايه يعني منظمه وعقليه لا، ده بقمصه. ده طلع بيتقمص يا جماعه. ده فيتوريا طلع مقموص. وعارف كده لما مراتك لما تبقى زعلانه منك فتقول لك انا ما شفتش معاكم عدل، فهو النهارده بقى بيقول لك ايه؟ انا ما شفتش معاكم معسكر عدل، ما شفتش معسكر فيه راحه، كل المعسكرات فيها مشاكل. وبيقول ان انا المفروض من حقي في التوقف يبقى معايا كل اللعيبه واستخدمهم براحتي، واتغلب او افوز دي حاجه ترجع لي. الله، يعني انت عاوز برضو لما يكون معاك اللعيبه تتغلب وتبقى برضو براحتك، وعاوز لو انت برضو اخدنا منك اللعيبه تتغلب وتقول لا اصل انا اخدته من اللعيبه بره، يعني في كل الاحوال ما حدش كلمني، ما هي ما تفهمش غير كده. طيب هو اصلا السبب بتاع النهارده ان مصر اتغلبت هي لعيبه الاهلي؟ يعني انتوا كده بتعترفوا ان بقى الاهلي هو المنتخب؟ ده كلامكم. يبقى بعد كده لما نيجي نقول لكم ان الاهلي لو حلو والمنتخب يبقى حلو، ما حدش يجي بقى يقول لنا ايه انتوا غلطانين. وعلى كلامكم كده ان المحترفين دول مالهمش لازمه، ولعيبه بيراميدز اللي هو المنافس بتاع الاهلي اللي انتوا خالقينه يعني بطل من عندكم ملوش لازمه، والزمالك لعيبته ملهاش لازمه، وفيوتشر لعيبته ملهاش لازمه. هو الاهلي بس هو الكره المصريه. طب لما الاهلي هو بس الكره المصريه بتعاملوه وحش ليه؟ بتعاملوه وحش ليه؟ تحطوا دواء عراقيل ليه؟ هنتكلم على حكايه اداء منتخب مصر وعلى الجمهور اللي بيشجع منتخب مصر، لكن نكمل على فيتوريا. ففيتوريا بيقول بقى كده فيما معناه ان هو الاهلي السبب، وكان في مشاكل قبل المعسكر واللعيبه ما ركزتش ونفس الكلام كرره حازم امام، وبيقول ان بعد كده الاولويه هتبقى للمنتخب. برضه تلقيح على ان الاهلي هو السبب. وقال اصل الناس اتكلمت قبل المباراه وقالت ان ماتش اثيوبيا وماتش تونس ماتشين وديين وما لهمش يعني تاثير قوي. مش عارف يقول الاهلي، مش عاوز يقول الاهلي، بيلمح بيلقح. طب هو يعني لما نشوف اللي حصل النهارده في المباراه، قبل ما نشوف اللي حصل في المباراه، هو لما انت طلعت لعيبتك للزمالك، لما طلعت انت نفسك فيتوري، انا مش هتكلم بقى على اي فتره تانية، لا فتره كيروش ولا منتخب الاولمبي ولا لا انا هتكلم على دي بالتحديد. لما طلعت لعيبتك للزمالك، جيت بعد ما لعبت الماتش من غيرهم قلت اصل في مشاكل في المعسكرات، اصل انا من حقي لعيبتي تبقى معايا واغلب او اتغلب، انا برضو حاجه ترجع لي. قلت كده ولا ما قلتش؟ قلت هو سبب الهزيمه ان انا لعبتي ما استخدمهمش كلهم ولعبت الزمالك ما قلتش. ليه؟ عشان الزمالك عادي نعمل له كده، لكن الاهلي مش عادي، عشان انت واضح ان حازم امام مسيطر عليك فبتردد كلامه مثلا او قناعاته. ما هو انت المفروض مدرب الاجنبي ده يبقى ايه؟ ماشي مع كل مسطره. يعني لو هتقول النهارده ان الاهلي تسبب في هزيمه منتخب مصر من تونس، يبقى كان لازم برضو تقول لما طلعت لعيبه الزمالك انك انت كنت غلطان او ديت تسببت في اي اداء وحش، او ما هو يعني لازم تبقى مسطره واحده. طالما ما قلتش في الزمالك يبقى ما تقولش على الاهلي، طالما طلعت لعيبتك في ماتش الزمالك يبقى طلع لعيبتك في ماتش الاهلي، يا اما ما كنتش طالع على الاثنين وساعتها ما حدش كان زعل منك. لكن انت عشان بتكيد بمكيالين، يعني ده عقليتك كل يوم بتثبت لنا الحمد لله ما تعاقدناش معاك احنا، النادي الاهلي ما تعاقدش معاك وتعاقد مع كولر. الحمد لله، الحمد لله يعني صراحه. فانت النهارده لما تتغلب من تونس 3-1 وجونين في اول 5 دقائق، ايه دخل لعيبه الاهلي بالموضوع؟ ايه دخل لعيبه الاهلي بالموضوع ان يخش فيك جونين في اول 5 دقائق؟ احنا مالنا؟ انت مش محضر لعيبه اصلا نفسيا للمباراه، عاكك في التشكيل. ما تنزل محمد حمدي اللي هو اصلا بيلعب باك شمال، ما تلعبه في مركزه خلاص. جبته من المنتخب الاولمبي بتحط، بتالف ليه وتحط احمد رمضان بيكهام شمال وهو بيلعب باك يمين او بيلعب ديفندر؟ بتلاعب واحد زي حسام عبد المجيد وهو بيعمل كوارث وبلاوي. علي جبر واحنا عارفين علي جبر، ايه بقى نعمل لك ايه؟ يعني انت كل مشكلتك محمد عبد المنعم؟ يعني مصر كلها على بعضها
ما انت هو ده المدافع الوحيد اللي واخده من الاهلي. مصر كلها على بعضها ما فيهاش مساك زي محمد عبد المنعم. انت بقى بتقولوا ان عندكم لعيبه بقى. محمد هاني هو ايه اللي بيلعب بمين؟ ما عندكش مشكله، لعبت عمر كمال. محمد الشناوي وقفت ابو جبل، ابو جبل عادي يعني، مش مستوى يعني شناوي حلو وكل حاجه، بس مش مثلا وقفت لي مثلا الهاني سليمان، ولا وقفت لي حارس يعني شاب ولا حاجه. اما الاهلي نفسه وقف مصطفى شوبير في ماتش ماتشات الوداد، كانت ماتش النهائي. مروان عطيه ايه يعني؟ مروان عطيه ما عندكش حاجه، هو مروان عطيه هو اللي هيظبط لك الدنيا؟ حمدي فتحي لا، طارق حامد لا، سام مرسي لا اللي بيلعب في انجلترا. هم دول الاربع لعيبه بتوع الاهلي، هم اللي عملوا لك الازمه النهارده؟ ولا انت اللي اصلا الفت وعكيت ودخل فيك جونين؟ هي دي الازمه، هي دي ازمتك. ولو انت بتقول ان لعيبه الاهلي هم دول احسن لعيبه في مصر، خلاص بقى لعبهم، ما تلعبش محترفين. انا عايز اعرف النهارده محترفين عملوا ايه؟ يعني محمد صلاح بيلعب في احسن حته في العالم، الدوري الانجليزي، بيلعب في ليفربول نادي كبير. انا ليه ما بشوفش ده مترجم قدامي في الملعب؟ يعني مثلا النهارده محمد صلاح لما تبص كده عليه في الماتش كله، وهو ما حدش يقول مثلا مستوى وحش، ده هو في ليفربول السنه دي هو بادئ كويس. ايه بقى؟ انا مش عايز اجيب اجوان، بس اشوفه بيعدي بترقيصه. ده مش عارف يرقص يا جماعه. محمد صلاح ما عرفش يرقص. انت عارف يعني ايه؟ محمد صلاح اللي من احسن لعيبه العالم، اللي كان هيدفع فيه مش عارف قد ايه، اللي ليفربول تمسك بيه وما خدش فلوس قد ايه من اتحاد جده، مش عارف يرقص. ده ما عملش كوره خطره، ده ما عملش كوره خطره، ده ما شاتش شوطه خطره، ده ما رقصش ترقيصه يعني. هو معقول إيه؟ هو إيه؟ يبقى خلاص بقى ده لعيبه الاهلي دي تروح الدوري الانجليزي تكسر الدنيا بقى. يعني هو الدوري يبقى كده الدوري الانجليزي سهل؟ ما بهرجش والله. لما مستوياته في الدوري الانجليزي كده، ويجي يلعب في افريقيا، وعلى فكره دي مش اول مره، اغلب مباريات محمد صلاح اللي بيلعبها مع مصر في افريقيا طبعا، ولا بيعرف يعمل اي حاجه، ولا بنشوف الكرامات دي، ولا بنشوف الابداعات، عادي يعني، عادي يعني، وعادي قوي كمان، كانه لسه بيلعب في مقاولين العرب. برضه نفس الكلام عمر مرموش، شغلي فردي وخلاص. يمكن عمر مرموش بيشتغل فردي على محمد صلاح، بيعدي من واحد ولا اتنين ولا خلاص يعني. الوحيد اللي بيجي مصر نوعا ما وبيبقى تحس ان هو يعني بيلعب وعنده حاجه ممكن اضافه، اي نعم ساعات بيلعب كتير، هو تريزيجيه. حتى مصطفى محمد اهو المفروض حلو، بادئ حلو معانا، انت النهارده ايه عمل ايه؟ فيعني تلقيح جتت وكل الكلام ده على الاهلي ان ايه هو السبب. لا، انت السبب، وخسارتك انت السبب فيها، وانت المفروض جاي تصنع جيل وتصنع بدايل. فمش معقول اربع لعيبه من الاهلي من ضمنهم حارس مرمى هو اللي اثر عليك. حازم امام بيقول الفتره اللي جايه كل الاهتمام هيبقى بالمنتخب ومش عارف ايه. يعني مش فاهم قصدك ايه. قصدك وصول الاهلي غلطانين بقى، خلاص امشي معاه رسمي. طالما هيمشي معاك رسمي امشي معاه رسمي. اولمبياد ما تبعتش حد، هو رسمي بقى. انت بتقول لي اولمبياد مش في الاجنده، واحنا محتاجين لعيبتنا. تيجي تقول لي استدعاء لعيبه منتخب مصر، خلاص قبلها ب 15 يوم ابعت لي جواب. الاهلي لعيبته من زمان ومعروفه ان هي لما بتبقى كويسه المنتخب بيبقى كويس. هتقولوا الحكايه دي زي ما انتوا بتقولوها دلوقتي، يبقى لازم ما يتعامل مع الاهلي يتعامل معاه باحترام. اتكلم على مين بقى؟ اتكلم على اتحاد الكوره. مش باحترام في استدعاء اللعيبه للمنتخب، لا، باحترام اصلا في كل احداث. انت عمال تعمل مشاكل مع الاهلي، خبي جواب وليد العطار، ساعات ثروه سويلم برضو بيقول حاجات يعني عقوبات، حاجات واقفين على الواحده للاهلي فيها. فالاهلي مش عاوز يبقى واخد اكبر من حجمه ولا واخد حق اكتر من حقه. بس خليك عادل، خلي المسطره واحده، وبعد كده خلاص محدش هيكلمك في حاجه، هتكسب احترام الجميع.
حتى جمهور المنتخب ما بقاش يروح. ليه؟ يعني جمهور المنتخب دوت يا اهلاوي يا زملكاوي وانت عامل مشاكل مع الكل، وعامل مشاكل مع جمهور الاهلي ومزعج جمهور الاهلي، فعشان كده محدش بيروح. احنا الشياطين حضر الاهلي يا بني ادمين، ستنا مسمع يلا للصين.